جربوا هاد الطاجين السفرجل مع الجلبانه معسلين تيجيو يا سلام. خليكم مع هاد الوصفه هادي. كي كتلاحظوا كنحتاجوا لحيمات هشاش، يا غنمي يا معزي يا بقري، المهم اللحم. كنديروا الملحه والبزار والخرقوم عواد بلدي والزعفران الحور بيان سور. ومن بعد كنضيفوا البصله مقطعه على الطريقه هادي، النص ديالها في الاول والنص حتى تتشحر لنا اللحم مع البصله. عاد كنزيدوها مع شويه ديال الثومه والربيع وكنزدو على الطاجين ديالنا. بالنسبه للسفرجل سلقته في الماء مع شويه السكر والملحه حتى تسلق ليا، وانا نعسلو على هاد الطريقه هادي. درت المقيله ديالي، درت فيها شويه الزبده وشويه تاع القرفه والسكر سنيده على حساب الاختيار. كاين اللي كيدير العسل، انا درت السكر عسلته على هاد الطريقه وكيجي يا سلام. نفس الماء فين سلقت السفرجل ديالي سلقت حتى الجلبانه. ومن بعد ما شحرت شويه الطاجين غادي نقلب اللحم وغادي نضيف ديك البصله اللي خصني نضيف في الاخر ونخليه تيتعسل مزيان. عاد ندير السفرجل ديالي. كي كتلاحظوا صافي الطاجين تقريبا موجود، غنستف السفرجل وفي نفس المقله فين عسلت السفرجل ديالي غادي ندير جلبانه وغادي نعسلها واحد 2 دقائق وغنضيفها على السفرجل ونخليه يكمل الطياب لمده واحد 10 دقائق. وبالصحه والعافيه. نقول وما نقولش لكم جا يا سلام. حاولوا تجربوه وردوا عليا. واجيو تشوفوا معايا الطريقه كيفاش كندير ليهم، ساهلين ماهلين. اسرع مخللات غادي نبريباريهم معكم اليوم، كيوجدوا غير في يومين. وغادي نحتاجو في لي ليغيم ديالنا البصله والهاريكو، خيزو، فلفله حلوه والخيار. بالنسبه للماء فاش كيطيبوا غنحتاجو 7 المعالق كبار ديال الخل الابيض، سنيده، الملحه وقزبور حبوب في نصف لتر ديال الماء. فاش يوجدوا لينا من بعد ما تيبردوا نديروهم في قرعه ديال الزاج بيان سور تكون معقمه، نخليهم في الثلاجه يومين
ومن بعد يومين بالصحة والعافية. والتقرميشة والنغمة مضمونة وديما حاضرة. اليوم رشقات ليا على الكبسه وقلت الله تنشاركها معكم. طريقه ناضيه واعره وسهله. كي كتلاحظوا كناخذ شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده. الدجاج ديالي كنشحرو مع البصيله وشويه ديال الهيل ملحه بزار. راه ليا التوابل كي كتلاحظوا كنحتاج التحميره والكمون وشويه ديال القرفه ورقه سيدنا موسى مطحونه والتوابل ديال الكبسه. كنضيف شويه ديال طوماط كونسونطري مطيشه وحده مقطعه وكنخليه يتشحر واحد شويه وكنضيف الماء بشرط يكون سخون وكنزيد واحد المزيوده ديال الحار وكنخلي هذاك الدجاج يطيب في نار مهيله وبشويه عليه. ملي كيطيب كنخرجو كنديرو في الفران. راه ليا البصله كنصوتيها في الزيت وكنديرها حتى الاخر مع الكبسه ديالي والدجاج. الدجاج في الفران راه نضيفو الرز. دابا الرز غنعطيوه الوقيته ديالو باش يطيب على خاطرو. ملي كيوجد كي كتلاحظوا حبه حبه لوغو يا سلام. الكبسه ناضيه بالصحه والعافيه. والتقديم كل واحد يدريسي كيف بغى بالصحه والعافيه. وما تنساوش تسجلوها عندكم راه ناضيه. حنا كنقولوا ليها الخبيزه وانتم شنو كتقولوا ليها؟ ومع هذا الخير ديال الشتاء اللي طاحت الحمد لله موجوده في السوق. اللهم لك الحمد. لهذا اليوم فكرت باش ندير مقبلات بحال البقوله او خبيزه وحنا المغاربه كنا توحشناها. لهذا قلت نشاركها معكم. والتتبيله ديالنا مغربيه حتى هي 100% وكنحتاجو فيها ضريسات ديال الثوم الكمون تحميره قزبور ومعدنوس هاشي حامض مصير بلدي وزيتون حمر وخضر مقطع ملح وفلفل اسود اللي هو البزار والهريسه المغربيه. كنخليوها على نار مهيله لمده ديال الطياب ديالها 25 دقيقه حتى 30 دقيقه وكنقدموها على هذا الشكل هذا بواحد المزيوده ديال السودانيه حاره. يا سلام بالصحه والعافيه. وما تنساوش تبارطاجيو هذه الوصفه هذه راه مغربيه 100%. عجبتك؟ واه بنتي اللي غتاكلها اليوم ديالك بالصحه والعافيه. Alors على ماروكان والله الا على ماروكان. اليوم غنوجدو طاجين
بكري بالبرقوق والبصيله، طبيعي وعادي جدا، ما فيهش بزاف تاع الروينه. كي كتلاحظوا حطينا الطاجين ديالنا، غنديروا شويه ديال زيت الزيتون، ندوزو البصيله نقطعوها دابا. كي كتلاحظوا كنحتاجوا جوج بياسات ديال البصله، وحده كنضربوها هلال ايمانسي، والاخرى كنضربوها مشلضه كنخلطوها مع اللحم، هي اللي كطيح مع اللحم، واللي ضربناها هلال كنزيدوها في الاخر. كنستفوا الحمات ديالنا 5 ضريسات ديال الثومه، شويه ديال الربيع، قزبور ومعدنوس، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الفلفل الاسود البزار، معلقه ديال القرفه، ومعلقه ديال الخرقوم عواد بلدي مطحون. عرفتي باش كيعجبوني هاد الطواجن ديالنا حنا في المغرب، تيكون فيهم واحد النكهه خاصه، وكتكون واحد اللذه عجيبه سبحان الله العظيم. لهذا خصنا نحافظوا على هذا التراث ديال الاكل صراحه، اللي هو واعر بزاف، وعندنا واحد لاتوش اللي هي عالميه الحمد لله. الله يرحم الجدود اللي خلاونا هاد الكنز هذا. دابا كنضيفوا البصله اللي شلضنا، غنخليوها طيح مع اللحيمه لمده 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه، وكنماريني هذاك الخير غير بيديا حتى يتمزج مزيان، وكنردو فوق البوطه على نار مهيله حتى تيتشحر، وكنعاود نزيدو البصله الاخرى من الفوق. كنحضروا كاسروله كنديروا فيها البرقوق ديالنا ما طايب، كنخليوه شويه يغلي باش يتغسل مزيان، عاد كنزيدو شويه ديال الماء نقي، وكنضيفوا عليه معلقه ديال العسل الكبيره والقرفه، وكنخليوه يتعسل على خاطره. وحنا المغاربه الحمد لله تعلمنا واحد الحاجه اللي هي مزيانه، كنحاولوا نخدموا سيختو الطبخ ديالنا، كنحاولوا نخدموه دائما من القلب ديالنا، داكشي علاش كتكون نتيجه مزيانه الحمد لله. دائما الطبخ المغربي هو الطوط، وفين ما كنا في العالم كتلقانا حنا المغاربه كنتوحشوا والدينا والبلاد ديالنا، والطبخ المغربي كيجبدك. ديما كتكون جالس وتقول مع راسك انا توحشت الزعلوك، توحشت هذه، توحشت هذه. لهذا الطبخ المغربي راه عالمي وتبارك الله راه يا سلام. ومن بعد ما تشحر لنا الطاجين ديالنا بالبصله واللحم، كنضيفوا عليه البصله، كنشدها كندير فيها شويه ديال القرفه وشويه ديال خرقوم عواد بلدي وشويه ديال الملحه والبزار، وكنحطها من فوق منه، كنسد على الطاجين ديالي، كنخليه حتى يطيب على خاطرو، وكنستف البرقوق فوق منه الزنجلان. طاجين ناضي مغربي 100%، لوغو حاضر، الريحه يا سلام، بالصحه والعافيه. نتمنى هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم. عرفتي واحد الريحه طالعه دابا يا سلام، وهاد الطاجين ديال اللحم بالبرقوق بيه فيه دغيا كيطلع. وجربوا هاد الوصفه راه ناضيه، اسرع طاجين ممكن تحضروه. واحد الرويحه طالعه دابا يا سلام، بسم الله. يعطيك الصحة تبارك الله عليك يا بابا. اليوم الطاجين دايزو الكلام على ماروكان، والله الا على ماروكان.